اللي سواه رياض محرز مع ليستر ما سواه الا مارادونا مع نابولي. طب وبالنسبه للي سواه محمد صلاح في ال8 سنين اللي فاتوا مع كابتن ليفربول، محمد صلاح لاعب معاك كابتن، بس محرز مسواه ليستر ماخذ الدوري. ليستر فريق ما ينافس على الهبوط، خذ الدوري محرز. محمد صلاح لاعب خرافي، وجهه نظر لاعب غير طبيعي، بس انا اتكلم عن لاعب مع ليستر ياخذ الدوري. راح منهم محرز، صار بليستر بمحمد درجة أولى هبط يا جماعه. ايوه سواه هبط. انت بتقول له احنا مش مختلفين عليه، هو تعب مع ليستر طبعا، وده اللي سواه بس يعني انت بس نفس مارادونا مع نابولي 2011 الفتره. بالعكس هو احنا نفتخر جدا على جمال، بس بنفس الوقت ما يمنع انه محرز يعني رقم صعب جدا، بس الاستمراريه اللي عند محمد صلاح والريكورد اللي عملها في الدوري الانجليزي لا مع ليفربول، مع محرز اللي سواه مع السيتي، سوى مع السيتي بعد نفس اللي سواه صلاح. كم موسم لعبوا؟ لا لعب اربع مواسم تقريبا. وصلاح ما اسمع صلاح كم موسم؟ 8 مواسم. شوف نشأت انا ترى، شوف نشأت انا اعطيك تغريده. لا جاوبني لا تروح معاه. لا الارقام ما كان ثلاثة شامبيون ليج، ثلاثه عنده ثلاثه اوروبا محرز. ما يخالف، بس اسمعني لا تروح لا شو اسمه لا تطق اشاره يمين وتروح يسار. لعب 4 مواسم. لا يمكن اكثر، انا اقول تقريبا 4، ممكن يلعب 5 أو 6 ترى. صلاح 4 مواسم. كل واحد كم سنه يحب صلاح ويحب محرز. لا انا مو لا مساله لا نشأت حب. لا ممكن رواح يا جماعه خليني اكمل فكرتي. 5 الفكره لعب 5 و6 ثاني. اسمع نشأت شو الفكره اللي سواه محرز مع ليستر؟ ولا لاعب راح يمر لا عربي ولا اوروبي يقدر يسويه. فريق درجه اولى يصعد الدوري الممتاز، يلعب الدوري الممتاز، ياخذ الدوري معاه يا جماعه، ما يصير. طلع محرز، اسمعني، طلع يا جماعه خليني اكمل. طلع محرز من ليستر، هبط ليستر، راح السيتي، خذ الشامبيونز ليج 3 مرات غير الدوري. يا جماعه محرز يا كمال اتفق معك. محرز ما في لاعب عربي. شباب يا جماعه احمد، شوف احمد والله بجيك انا حاطك في بالي يعني بجيك بس دقيقه. اذا ما قطعنا ما بنتكلم معاهم. لا عشان كذا لا يمكن. شوف اذا ما قطعهم ما بيعطوني انا اتكلم. زين يلا تفضل اخذ راحتك تفضل. هذول ما يمروا لي يمروا بعض عارفين. مش مشكله نسكت بسكت كل يوم. انا بسالك سؤال. كلام اللي تكلمه شوف كل لاعب لقمي كلام صح. اذا بغيت تعرف لاعب فارق في التاريخ يعني رياض محرز. نعم. اول حاجه استلام الكره اعظم استلام في التاريخ. صح واحد. انا اشهد. ثاني حاجه اذا بغيت تعرف لاعب عظيم اللي يعز فريق ما له اسم صناعه وتهديف. اما ليفربول قايم من زمان، ليفربول فريق قوي وعنده لاعبين. محمد صلاح لاعب، لكن اللي حققه محرز لم يحقق احد. ترى محمد صلاح ما يقدر يجي يلعب مع هذا الفريق لانه هداف. تصير رويس تصير يعتمد على السرعات، ما بيصنع لاعب. هو هو الرياض بيستلم الكره كويس يعني، انما محمد صلاح مجرد هداف والسرعه هداف مجرد هداف بس. لا قصدي يا كابتن لما يجي مع فريق مستوى مثل هذا الفريق لا يمكن يصعده، لانه مش التهديف وبس، تهديف، صناعه لعب، حلول، مراوغه، بطيء، استلام كوره في مساحات اللي ما حد يتخيلها. على فكره احنا بنفتخر بنفتخر بالاثنين على فكره. اصل احنا مش عايزينها تبقى هي سواء ايه، عمرها ما هتبقى خناقه ما بيننا وما بين اخواتنا يعني في الجزائر. لا مع بعض احنا بنفتخر بالاثنين وكل واحد ليه وجهه نظر. جمال على راسي، بس يعني انا مش متفق معاه. انا اذا كان عليا انا بعناية انا شايف، ومن الارقام ومن حاجات كتير قوي شايف ان صلاح الافضل، مع كامل الاحترام لمحرز كبير وعظيم برضه، ولكن كل واحد ليه وجهه نظره يا جماعه. نفتخر بحاتم الطرابلسي اللي هو حل الابواب لجميع العرب. مو كل واحد يجيب لنا واحد من الدول. لا كابتن بعدين يا لا كابتن لحظه على عمار اللاعب العربي الوحيد اللي فتح الباب هذا رابح ماجر. فتح الباب للعرب. لا رابح ماجر الطرابلسي. لا عمار هذا قبل طرابلسي لاعب مميز بس رابح ماجر فتح الباب. ترى انا ما تولدت تحكي لي على رابح ماجر مع بورتو. رابح ماجر مع بورتو ما تولدت. ماني موجود في الدنيا. ماني موجود في الدنيا. انت تقول فتح الباب العرب اللي فتح الباب رابح ماجر. لما صارت الكره جزائري رابح ماجر فتح الباب. لحظه قبل ما فيش اموال، لما صارت فيها الكره اموال وصارت فيها الاحتراف وصار كذا، حاتم الطرابلسي فتح الباب. لا هو وميدو. لا شنو لا عمار فرق كبير في العمر. اوروبا بعد بالثمانينات باوروبا فرق كبير في العمر. رابح ماجر
فتح باب الاحتراف للعرب وحقق انجاز وسجل هدف من افضل اهداف نهائيات كاس اوروبا. على لاعبين مصريين مو لعب مجدي عبد الغني لعب لا قبلها لعبوا بالبرتغال ولعبوا يا جماعه مش اي لاعب عربي. عبد الستار جمال ستار صبري ولعبوا جمال في مصريين بعد جمال مش اي لاعب. شباب بس لحظه شوي. عمار واحمد ونشأت بالذات يعني انت ها مش مشاغل 3 ايام ترى مراقبك. لا البس شماغ من لبس شماغ يصير كذي. بس دقيقه خلاص بس اهدوا شوي اهدوا. بس احمد سعيد مسكين ما تكلم احمد يا اخي جمال مش اي لاعب عربي يقدر يلعب في ليفربول يا اخي. مو اي لاعب عربي يقدر يجيب الفريق مع ليستر دوري مع ليستر. لا يقدر جمال ما في يقدر يا اخي. ما في شو ما يقدر يا اخي. ليستر فريق ما حد فريق ليستر ما حد يعرفه. هم الانجليز ما يعرفونه بنفسهم. الفريق كان في بس المنطقه يعرفون ليستر. جمال مش اي لاعب يقدر يبدع في ليفربول ويثبت في ليفربول انه هو نمبر 1 مش اي حد. علاش لا تمسح بس علاش لاعب عربي ما يمكنش في انديه كابتن. اسمح لي بقول لك شيء. تناقشوا غير وبلاتي نهضروا. ايوه بكمل لك بس كمل لك بعطيك فرصه. كمل يا سيدي كابتن احنا نسمعوك. يا كابتن في انديه هذه عليها خطوط حمر معروفه. بحالاش خطوط حمر؟ كيف هي هذه السوبر ستار يسمونها يعني خطوط العشرة العظام مثلا. مش اي لاعب يلعب في هالنادي. نعطيك انا غير مثال دابا قلت بان ليفربول خط احمر ما يمكنش يلعب فيها اي لاعب عربي من غير ايوه ما يختارون هم عندهم السيستم كذي. زي ليستر محرز راح السيتي 5 مواسم. ادري صح. انا اعطيك غير واحد المساله. كل لاعب عنده تقنيه ديالو وفنيه ديالو. نعطي مثال معروف على محمد صلاح مع ليفربول يعني دار تاريخ مجيد مع ليفربول حقق القاب. نهضروا على رياض محرز نفس الشيء كل واحد عنده تخصص ديالو. نهضروا على اشرف حكيمي اللي دار مع ريال مدريد واللي دار مع باريس سان جيرمان وحقق القاب من احسن ظهير في العالم كابتن. اذا حنايا لا صح اشرح اوكي بس انا كل واحد عنده الذوق ديالو. اختار هذا اللاعب ولكن ما نختلفوش على انه هذا طب احسن لاعب. راه ممكن رياض محرز يلعب في ليفربول ممكن اشرف حكيمي يلعب في ليفربول. ها هي ريال مدريد الان تتفاوض باش تجيب اشرف حكيمي ترجعه من باريس سان جيرمان. عادل حكيمي ما نختلفوش كل واحد عنده لا يا جماعه مغربي بس الناس اسباني يعتبر عربي صح. تحسبه مع المغرب يعني لاعب. لا يا جماعه هو الموضوع يا جماعه ليش ما صار نمبر 1 في السيتي؟ احمد ليش ما صار نمبر 1؟ احمد الموضوع شنو؟ الموضوع ان ليستر تو لاعب الدوري الانجليزي مع محرز خذ الدوري حلو وافضل لاعب الدوري كان محرز. بعدين محرز وين راح السيتي قدم مستوى كبير. ليستر وين راح؟ هبط درجه ثانيه. ترى مات رئيس النادي يا اخي. انا اللي عجبني رئيس النادي توفى يا اخي. انا اللي عجبني في جمال ما طار هو بالطياره. واسمع ترى بتحكي صحيح. شوف ترى بتحكي عن رياض محرز بطريقه صحيحه بس انا بدي اعطيك معلومه. دازت عليكم واحد النقطه. باعوا اللعيبه كلهم. واللي عجبني في جمال قال لكم بان رياض محرز اللي دار مع الفريق ديالو ما داروش حتى مارادونا مع نابولي. صح. ورا نابولي ما كانتش معروفه في الخريطه ديال كره القدم الايطاليه. حتى ليستر ما يعرفها. نهائيا. ليستر الانجليز ما يعرفونه. ليستر الانجليز ما يعرفونه. صحيح ترى. ليستر الانجليز ما يعرفونه. هذا الموضوع تاع ليستر بحكي صح. تسمح لي يا ابو خالد بعد اذنك بس استاذ محمد هسه راح على ليستر بس كان برضه معاه لعيبه كويسين يعني ما كان معاه كاندي فاردي كان في معاه لعيبه مميزين واخذ الدوري. ولما راح على مانشستر هو ادى مواسم محترمه ولما ترك مانشستر ترى اثر تاثير سلبي كثير على جوارديولا لانه قعد سنتين متاثر بعدم وجود طرف يمين. قاعد متاثر بعدم وجود طرف يمين وله فتره طويله مش لاقي طرف يمين زي محرز. بس لكن معلش بس اكمل هاي الجمله لانه هاي اهم. لكن بالارقام وبواقعيه الفوتبول واذا بدنا نحكي المستوى اللي بيلعب فيه صلاح للامانه يعني قاعد بيلعب على مستوى دائما عالي ودائما مميز ودائما بينافس على اهداف 5 سنوات. ورا قال لك في تاريخ العرب في النهايه الكلمه بين قوسين قال لك في تاريخ العرب وتاريخ العالم ولا اي لاعب يقدر يخلي ليستر ياخذ الدوري معك. الا محرز اللي سواه انجاز. انا معك اسمع بس عشان ما نستنقص من محمد صلاح. ما ننقص من محمد صلاح. اوكي بعرف اذا اسمع كابتن لا هذول نجوم لاعبين مميزين يا جماعه. يا جمال عن ليستر انا اتكلم عن ليستر. الفتح 2011 بعد اخذ الدوري هبط
صلاح طلع من ليستر. شباب بس يا شباب لحظه بس دقيقه على السعودي يذكر احمد الرواس اهل السعودي بطل اسيا لو سمحت لي بطل اسيا دقيقه اهدى دقيقه شباب انا نقاشكم حلو انا عاجبني مبسوط معاكم بس نقطه نظام مو باكثر ان شاء الله يعني تكلموا مع بعض بس انا ابي افهم خالد. اوكي الشغله الثانيه معلومه لازم امررها على رياض محرز ترى السنه اللي فاز فيها ليستر بالدوري الانجليزي رياض محرز خذ جائزه افضل لاعب اذا معناتها مساهماته وارقامه صحيح بكل شيء بالمعايير كامله هو كان الافضل خالد. وتصويت اللاعبين خذ جائزه افضل لاعب يا جماعه الخير. اي واذكر محمد صلاح. دقيقه حرف بس نشأت ترى انا مش في حرب معاك. اذكر محمد صلاح اخي محمد صلاح على عينه وراسه بس بعد لازم تعطي حقه. رياض محرز لاعب كبير لاعب نجم واسمح لي ويوم راح مع نادي الاهلي السعودي جاب معاهم دوري ابطال اسيا وجاب دوري ابطال اوروبا مع السيتي يعني لاعب له قيمته 4 دوريات مع السيتي 4 دوريات على فكره وكان بيروح نادي ريال مدريد لولا الشرط الجزائي ليش ما تذكرون هذه الامور اضافه بسيطه تسمح لي على فكره وجاب كاس افريقيا مع الجزائر مره ولا مرتين مره واحده مع هدف الفوز اللي جاي بفاول هدف الفوز انا وصلاح ما جاب بطوله مع مصر. اللاعب اللي ما يجيب بطوله مع منتخب ويعزه لاعب فنان لكنه مش اسطوره. يعني ايه ده؟ هذا اسطوره. لا استنى القصد بيعز. ارجع مثل شو بخبرك صلاح لاعب فنان لكن اذا بغيت تعرف ابو الفنان كبير الفنان يعني انت لما يجيب بطوله يا اخي انت لاعب انت شو بخبرك يعني انت في رايك ان محمد صلاح مش اسطوره ومهاري لازم تجيب بطوله فريقك. ايوه عيده ده رايك في الكوره؟ لا ده رايي مش رايي في الكوره ده اساس الكوره وقاموسها اقسم بالله انت ومعناها الحقيقي اللاعب محمد صلاح مش اسطوره؟ لا محمد اسطوره ولا مش اسطوره بقى ما تتناقشش معانا هو لو اسطوره ولا مش اسطوره ما تجننيش معاك اسطوره مع ليفربول اهداف لكن ما وصل الاول. متى يكون اسطوره؟ لازم اسطوره يجي الاول. ايش جاب لك انت؟ صعدك كاس العالم لكن ما جابك بطوله حتى الان. فهمت كل ما افضل بوتريكا لا بس معليش بس انت مقتنع ان هو اسطوره مع ليفربول. قصدي انا اللاعب يا كابتن في ليفربول اللي يصنع لك اهداف ويراوغ واللي يسكن لك اياها في اصعب منطقه سنتي في عمق دفاعي والكره سرعتها 190 نعم. هذه المواصفات موجوده عند سيد صلاح. رواس كره كيلومتر موجوده المواصفات عند صلاح. احمد 190 سايق طوموبيل فيراري. هذا يا جماعه هذا يا جماعه اعظم شوطه في العالم كانت سرعتها 190 220. انتم تابعوا شكون هذا المعلومات 220. انا الحين احمد جاتني معلومه واحد يقول لك عدد مباريات محمد صلاح اكثر من 350 مباراه في جميع المسابقات. الاهداف 240 هدف. التمريرات الحاسمه اكثر من 100 اسيست. معدل مساهمه تهديفيه اكثر من 0.9 هدف اسيست في المباراه. افضل هداف في تاريخ ليفربول بالبريمير ليج. اوكي قلنا لك نحن ما بننقص من احد لكن هذا جاب تاريخ ما يقدر محمد صلاح يجيبه مع ليستر يا رجل. انا بس ابو جاسم افضل هداف في الموجودين. ليستر سيتي مش افضل وين صلاح كان في روما؟ محمد حاجتين سرعه ويسجل لكن هذا سرعه ويسجل كل حاجه فيه. مارادونا احمد بس انت قلت اللي ما يجيب بطوله مع منتخب بلده ما يعتبر اسطوره. لا يعتبر اسطوره. وايش الصوره؟ لحظه يوهان كرويف في اسطوره هولندا ما جاب. مالديني ما جاب بطوله. لحظه تعرف كرويف؟ تعرف كرويف يعني كرويف يا عزيز السبعينات. كرويف هو لاعب ماكرويف المهم انت انا نطقي سقراط وزيكو الحروف عندكم كذا حق منو؟ كرويف ولا قريش يا عم كرويف مين؟ هو في نادي كان يدرب لاعب اول لاعب في العالم يلعب كوره ويدرب ويعطي افكاره. بس انتقل من النادي وزعل راح النادي المضاد اللي ما عمره حقق حاجه حقق بطولات. يعني لو انت تجي تشوف تاريخ نسيتها كلها حاجه خرافيه. هذا اسطوري يا اخي لا يمكن يدخل ما جاب مع المنتخب شيء. محمد بن صلاح لاعب كبير ودخل الباب من اوسع ابوابه كهداف لكن هذا هداف بطريقه اعظم. يعني جاب فريق ما لا اسم الى تاريخ مجد. اي والله صادق مجد. اضافه سريعه يا محمد صلاح يجي واحد يكسر رقمه لكن ما حد يقدر يجي لهذا النادي يكسر رقم مستحيل. محمد صلاح والله ما بيفهم كوره
ايه نحن مش كل واحد دافع عن بلده لاعب، نحن نتكلم عن تاريخ كامل. محمد مش ملك مصر، لا محمد ملك تاريخ كرة القدم، وحكيمي مش ملك الجزائر. هذا دخلوه املاك عالم كرة القدم، كل دول عظام، هذا الدول كل دول انا هنقدر نتكلم عليهم. كل دي لعيبه عظيمه. انا رايي بركات لاعب اكثر عظمه لما تشيل بلدك وتجيب تاريخ كل شيء بطولات مثل مارادونا، ميسي. هذا الصح عظمه. والله بص انا عامه اول حاربتوا لنا ميسي، انا اكيد ما مش رايك يعني. انا اللي يهمني وجود محمد صلاح عندي وعند كل المصريين، ده بالنسبه لنا في حته ثانيه. عند العرب مش كل العرب بقى، لا كل العرب، بس نتكلم راقص الرواس. انا ما قللت محمد صلاح، قلت لك اياه حرفيا عشان لا حد يتكلم. محمد صلاح لاعب عظيم وهداف ليفربول، ولكن انا قصدي الانجاز اللي حققه حكيمي ما بيحققه محمد صلاح. انتوا تفهموا ما تفهمون. محرز قصدي اللي حققه محرز لو حققه محمد صلاح كذا. وانتم المصريين بشكل عام لما يجي اي نجم تريد تعطيه زياده فيما يسمى وصف الكلمات، مش ميسي افضل من وصفه في البشريه المصريه. لا لو قلنا 100 واحد ترتبه من الاول وصف ميسي، من الاول لاخير مصري. ماشي. لانه هم اجمل ناس في وصف. لا يكفي عندنا ان محمد صلاح بكل العروض اللي تقدمت له اللي انت سمعت عنها اكيد، اللي انت سمعت عنها، يكفي ان هو لحد دلوقتي لسه قاعد في انجلترا وقاعد في ليفربول علشان يكمل صنع التاريخ اللي عمله. يكفي اقول لك كده. شوف محمد صلاح فين دلوقتي يا عزيزي. ايه يا محمد انت فاهم كلام باللغه العربيه. انا ما بتخانقش معاك والله. انا قلت لك محمد صلاح لا تعكس الكلام. مش هخش معاك في محاضرات. قلت لك محمد صلاح اسطوره، لا يعكس الكلام. بعضهم اسطوره ولاعب وهداف، بس قصدي الانجاز اللي حققوه هذا ما حبيح. طيب الدليل خليني اعطيك دليل ابو جاسم. هذا يعكسوا الكلام. والله وجهه نظرك والله بحترمها جدا. بيليه كان عامل برنامج وثائقي ويتكلمون معه عن اللعيبه العرب. قال العربي بن مبارك هو، بس هي طبعا تاريخ قديم جدا عاد، يعني بداخلكم شايف التاريخ اوكي. يقول لك وصف اللاعب المغربي بالافضل، كواليس مصافحه تاريخيه بين بيليه والعربي بن مبارك. هاي طبعا على الجزيره الوثائقيه. العربي بن مبارك هو احد ابرز الاسماء التي ساهمت في تشكيل وجه الكره العربيه والعالميه في منتصف القرن العشرين. نشأت موهبته في ازقه الدار البيضاء بالمغرب، حيث ولد عام 1914 ولقب بالجوهره السوداء. هذا بيليه تكلم عنه. اول محترف في الدول العربيه في الدوري الاسباني. اول محترف. قال لك الرواس في فرنسا. لا معلومه فقط اذا سمحت لي كابتن خالد. عمار، معلومه الاتحاد الافريقي ارسل لي منذ لحظات، قال لك شاف بعض المسؤولين في الكاف الحوار اللي جرى على، قال لك رسميا جوائز الكاف 2005 32 مليون دولار. في 2005 المجموع كله 2025 جوائز الكاف 32 مليون دولار، والمركز الاول 10 مليون. تهنئ 37 ولا اني غلط؟ فين 37 نعم. يعني هو اعطاني انجاز كبير، اعطاني 32. يقول له يا رجال هنا 37 احنا نحبوا يعطينا كي تحكي لي على القيمه الكل، قول له يعطينا على القليله، على القليله 8 يعطيني 150 دوله عضو في الاتحاد 37 كي طلعها اللي قال عمار قبيله بالنسبه للغابون انا متفق معه. عانات المنتخبات في الاقامه. احنا كصحفيين اقسم بالله نعسنا بتنا في اقسام مدرسه خواو من الكراسي وفرشوا كمبان شكل ما قال لك كمبان. انا قلت لك انا كنت كنت موجود يعني في معسكر في ولكن شوف بالنسبه لكاس افريقيا اللي غتكون في المغرب لاول مره لا كابتن لاول مره في تاريخ الكونفدراليه الافريقيه كل منتخب له إقامة خاصة به، مش مجموع 3 المنتخبات أو منتخبين، وكل منتخب عنده ملعب خاص به. نفس الطريقة والتجربة القطرية في كأس العالم. سامحني هذه ماهيش من الاتحاد الافريقي. هذه البنية التحتية نتاع المغرب. ماهيش من الاتحاد الافريقي. ولأول مرة صدر بلاغ. لا نكمل لك صدر بلاغ. عادل لاني نعرفك تحب تدافع شوية على الاتحاد الافريقي، ومن حقك هذا، واني نعرف علاش انت تدافع على الاتحاد الافريقي. معهم في الليجا. ما لازمكش تنكر انه الاتحاد الافريقي مقصر. لا مقصر. والاتحاد الافريقي مقصر ماديا وتنظيميا، ما لازمكش تنكر. انا نعرف. انا اقول لك مقارنه بالدول بلاصتك تدافع
لا ما يا كانش عمار اسمح لي لا ماشي كان دافع الدول الافريقيه في جنوب الصحراء عادل خلينا نسمعه يتكلم. انا متفق معك. انا الجزائر الاتحاد الافريقي ضد الجزائر في اطار قوانين بزاف اللي خداهم ضد الجزائر، هذه معروفه. ولكن انا نعاود نرجع لواش كان يقول على رياض محرز وصالح محمد صالح. رياض محرز اسطوره كبيره وصالح اسطوره كبيره. رياض محرز في ليستر كان في الدي 2 طلع داوش الدوري لان كان فاردي كانت المستوى تاع الفريق قوي. انت قلت من بعد كي راح محرز ليستر هبطت. لا، كي مات الرئيس الكوري تاع ليستر المالك تما كي راح بدات الفريق دايره انهار. لا كابتن راح محرز بعدين مات الرئيس. ايه يعني مو الرئيس، يعني محرز كان باقي بالفريق والرئيس مات. يعني محرز راح مشى بعدين يوم توفى الرئيس توفى بنص الموسم، ما توفى محرز موجود، وكان ليستر طايح تحت. ما كانش طايح، كان ما زال لا ما زال وياك ترتيب هو اللي هلك ليستر، هو اللي هلك ليستر وليدو. كابتن جماعة علي يعني رياض محرز مش مؤثر؟ لا ماشي ما قلتش في ليستر. لا انا اكلمك. هل ما قلتش لا انت الحين اسمعني. لا ما قلتش هكذا، انا فهمت. انا راح اقول لك انا فهمت. انت قلت الان من شوي حق جمال ان الفريق ما هبط لان رياض طلع. لا شوف انا الرئيس مات. انت قلت مش انا. انا قلت انا راح نقول لك واش نقول انا راح نقول لك. قلت له بديت به محرز اسطوره كبيره، واش دار في ليستر كل الناس تعترف به واحنا فاخرين به. كي راح للسيتي كيف دار قعد والله يعلم 4 سنوات ولا كان قانا في المستوى، حقق كل البطولات مع السيتي. هذا مفروض ما نتكلموش عليه، ولكن انا نتكلم على الفريق اللي بقى ليستر اللي بقى. لو كان الرئيس ما ماتش وما تغير الامور ليستر ما تسقطش لان راح محرز وراح كونتي راح لتشيلسي هذاك الوقت، لان كونتي كان قوه في وسط الميدان، ولكن ما يهمش. لا كابتن علي، ولهذا المستوى تاع صالح والاخر اسطوره كبار. الرئيس يعني موجود ان النادي يبغى، مش شرط ان الرئيس لو ما مات نادي تشيلسي يتم في المقدمه. لا كان خبرهم بالفاول اللي قبل الجزائر، قال صعدوا كاس العالم ولا خذوا كاس افريقيا فيه. كاس افريقيا في اخر لحظه. شوف البطل كيف فاول وقبل كل بطوله. انا عايز اسالك سؤال معلش، يعني انت ورايا يا عم والله العظيم محرز عظيم. انا مش معترض والله، محرز عظيم، بس انت في رايك صلاح اسطوره ليفربول. صلاح اسطوره في ليفربول، نعم، انما هو مش اسطوره في مصر عشان ما جابش لمصر. لا قلت لك اسطوره، قلت لك لازم يعزز يجيب بطوله افريقيا، لازم. حلو لازم. طيب لازم يجيب. شو بخبرك يا كابتن، عشان تدخل التاريخ من اوسع ابوابه وتدخل لازم تكون بطل بلدك. بعد سالم الدوسري اسطوره ولا مش اسطوره؟ من هو؟ سالم الدوسري اللي انت رايح جاي تقول عليه اسطوره. اسمع عيد السؤال. سالم الدوسري اللي انت رايح جاي تقول عليه اسطوره، مش مختلفين. مش مختلفين معاك خالص. ده اسطوره كبيره جدا. سالم ده لعيب في حته ثانيه، ده احسن لعيب في اسيا. معاه كام بطوله المنتخب السعودي؟ ما يجيب. اوكي ما عنده. ما لا مش معنى سالم الله ساعده كاس عالم. حتى سالم الدوسري طب الله ما صلاح صعد 2 كاس عالم هو ورا بعض زي وسالم بعد مش معنى سالم وصلاح زي بعض وهو ما جابش حاجه للمنتخب السعودي. يا عزيزي سالم وصلاح ما جابوا حاجه المنتخب. عرفت بقى ان انت كلامك لا في معايير ولا مقاييس ولا اي حاجه خالص. لو انت قست دي قدام ديت انت اسمع بس يا جدع اسمع. لو انت بتجاوب ولا انت بتسال وتجاوب؟ والله العظيم مخناق. وصلاح الدوسري فاز بالكره الذهبيه. انا بكلمك واقعي صح يا عم نشأت. اوكي سالم سؤال انا بجاوب. يلا انت حلو. انت رايح جاي تقول سالم ده اسطوره. انا بسالك سالم جاب كام بطوله مع المنتخب السعودي؟ قلت ما جاب. من ثانيتين انت صلاح اسطوره في ليفربول ومش اسطوره مع المنتخب، اصله لازم يجيب للمنتخب، اصله ما جابش للمنتخب اصلا. مش شفت بقى الكلام هنا رايح حتى صالح حتى سالم. انا قلت لك سالم وصلاح ما جابوا حاجه. لا سالم جاب كاس اسيا معاه. لا بس انت رايح جاي تقول سالم اسطوره. صح يا رويس. اسطوره قال لك انا يا عم. انا قلت لك والله العظيم هو اسطوره. سمعت ناديت بسالم من دخلنا الحلقه ولا ذكرت اسطوره في نظر علمك الخاص من دخلنا هذا الحلقه البطوله ولا ذكرت اسم سالم دوسري حتى لا يقصد على استديو سابق.
يقصد على استديو انت اعطيت المعلومه يعني صح يا عويد. ايوه صح بيتكلم صح كلام عليك بيتكلم صح وين بيتكلم صح ليش احنا ما بيك اعترفت بنفسك انت اسمح لي يا جاسم على موضوع محرز وعلى موضوع انا طبعا اروح مع جمال في موضوع الامكانيات الغير طبيعيه اللي موجوده عند محرز. استمراريه صلاح هي اللي وضعته في التوب حقيقه، لكن زي ما نقول على رونالدينو مثلا من افضل من انجبت البرازيل، لكنه في المقابل ما عنده استمراريه. لكن كامكانات كقدرات انا اشوف محرز افضل لاعب عربي من ناحيه الامكانات والقدرات بغض النظر عن الاستمراريه. كمستوى فني محرز في التوب. محمد رواس خليني اسوي شوف رواس بقول شغله. احنا انا وياك متفقين والاخوان متفقين ان صلاح لا يعلى عليه. ولاعبين كبار بالعرب وايد، بس محرز اللي سواه ولا لاعب يقدر يسويه. اللي سواه محرز بنفس السنه هذه قال لك خالد جاسم ماخذ افضل لاعب بالدوري الانجليزي. تصويت اللاعبين، تصويت الصحفيين، الاعلاميين، الاجماع، واحنا قاعدين نشوف قدام عيننا. محرز المباراه اللي ما يلعبها مع ليستر شفنا كذا مباراه محرز كان مو مستوى يخسر ليستر. صحيح انه في كان لاعبين معاه نجوم بس مو مؤثرين مثل محرز. محرز كان يلعب مع ليستر خالد شايل ليستر بروحه بكف واحد. مارادونا ملاعب نابولي معاه لاعبين صح نسمع محرز مع مين؟ معاه كاريكا معاه اليماو افضل لاعب وسط متاخر بالعالم. كاريكا افضل مهاجم بالعالم سنه بالثمانينات. معاه لاعبين زينين بس نروح عيننا على منو؟ عيننا على مارادونا. هني عينك على منو؟ عينك على محرز اللي سواه بلاد صغير. خليني اكمل. محمد صلاح لاعب بليفربول من افضل لاعبين العالم مو بس العرب اقول بليفربول. بس قبل ليفربول كان بروما. شنو سوى محمد صلاح؟ بعدين راح بنادي بروسيا اعتقد موسم شو اسمه؟ لا فيورنتينا تشيلسي روما. كان مستواه متواضع. هني خالد الاغول شو مستوى متواضع وهو صعد ليه؟ لا قلت لك بليفربول غير. قلت لك بليفربول يا جماعه خلينا نكمل. رواس صلاح خلينا نكمل مجموعه خدمه لكن محرز يلعب هو اللي يخدم مجموعه. قدم على الاهلي السعودي، هو صناعه الاهداف، هو هداف، جاب بطولة يعني هو اللي خلق المجموعه. عندي سؤال. محمد صلاح بدون مجموعه ما يقدر يلعب. زين بعطيكم معلومه. الجمهور قاعد يشارك معنا في هالموضوع بخصوص نقاش صلاح ومحرز. صلاح رابع الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي، واليوم كسر الرقم القياسي كاكثر لاعب يحقق المساهمات التهديفيه مع فريقه في تاريخ البريمير ليج ب 277 مساهمه. طاف فيها واين روني. اسمع يا احمد لازم توصل معلومه. طاف فيها واين روني. زين الموسم اللي حقق فيه ليستر الدوري فاردي كان له دور كبير وكان هداف الفريق، زائد كانتي كان له دور بارز في هذا الانجاز. ايضا خروج محرز كان بنفس الوقت الذي خرج فيه كانتي كان جدا ايضا مؤثر. الاستمراريه والارقام لمصلحه صلاح للامانه، واثنينهم لاعبين كبار. هذا كلام صحيح. في شغله ثانيه على المعلومه اللي انت ذكرتها، اسرع تسديده كره قدم سجلت في التاريخ كانت من نصيب روني هيبرسون 220. كانت في سنه عام 2006 حيث بلغت سرعتها 210.9 من ركلة حرة. وتذكر بعض المصادر سرعة أعلى لكنها محل خلاف وهي 221 كيلومتر في الساعة. ومن التسديدات السريعة جدا أيضا أرين وروبن 190 كيلومتر في الساعة، وستيفن ريد 189 كيلومتر في الساعة. كما تشير موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن تسديدة ديفيد هيرست بسرعة 183 كيلومتر في الساعة التي اصطدمت بالعارضة تعد الأسرع المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يعني محمد شفت هذا محرز هذا يسكنه ونهي. عندي سؤال من فضلكم. لكن محمد صلاح بتكسر. تفضل صلاح. عندي سؤال. دابا عندي سؤال ويعني يا ريت انكم تستوعبوا السؤال بطريقه جيده. اولا شنو قصدك؟ يعني ما يقاطعني باش تفهموا السؤال. هذا هو اللي بغيت نقصد. الان تناقشون على من احسن سجل ما سجل، خاصو يجي يحقق مع المنتخب ما يحققش مع المنتخب. حاليا في اسيا احب من احب كره من كره. كان هناك تصويت من المديرين الفنيين سالم الدوسري على مستوى العرب. انت قصدك الرواح؟ خلي بلاتي اسيا لا سالم الدوسري. اما افضل عسيف لا بلاتي. دابا حنا كنهضروا بالارقام. نجيو لافريقيا اللي الكره الذهبيه حكيمي، وبالتالي هاد محرز وصلاح
علاش ما بقاوش في الاستمراريه وما داوش الكره الذهبيه السنه؟ صلاح استمراريه. لا علاش؟ محرز استمراريه. اسمح لي، علاش ما داوش الكره الذهبيه؟ اذا كانوا لاعبين خاص يبقاو في واحد المستوى عالي، خاصهم يفوزوا بالكره الذهبيه. الان الكره الذهبيه في افريقيا عند صلاح نافس. سامح لي نجاوبوا. سامح لي نجاوبوا. واش راك تقول ممكن صحيح؟ ما داوش. انا كندوي على السنه. ايه واش عليه ما داوش الكره الذهبيه هكذا. انيستا دا احسن لاعب في العالم بالون دور. لا كره الذهبيه. لا. هو يستاهلها ام لا؟ صح. هل انيستا لاعب متواضع احسن رقم 8 او كما حبيت تسميه في التاريخ كره القدم؟ ولكن احنا انا نظن ما ننجموش نقولوا لاعب فلان او لاعب احسن لاعب في التاريخ. لا ما كاينش. انا ليا كاين 3 لاعبين احسن في التاريخ: بيلي، مارادونا، ميسي. مارادونا ميسي كي كانت الارجنتين كلها تسب فيه كلها. علاه؟ لان ما داش كاس العالم. وي مارادونا كاع تحبوا تعبدوا استغفر الله يا ربي يحبوا مارادونا لانه جاب كاس العالم فعلا هكذا. دونك هنا مارادونا في وقته ما كانوش هاد الكره الذهبيه. هل مارادونا سي حاجه مهمه، ولكن نزيدوا نتكلموا على لعاب. دوكا نقولوا فلان دا كره ذهبيه هو مليح. رودري صنعوا غوارديولا. هل رودري يلحق مودريتش؟ هل رودري يلحق انيستا؟ تشافي انيستا يلحقهم رودري؟